يا هيك البيتزا يا بالا. عندي هون مقدار كيستين المي الدافية، بدي زيد عليهم مقدار 4 ملاعق من السكر، بالإضافة لملعقة من الخميرة. منقلبهم ومنتركهم على جنب شغلة الربع ساعة حتى تتفاعل عنا الخميرة، بنرجع منكفي باقي الوصفة. من بعد ما تفاعلت عنا الخميرة مننزل عليهم كيلو من الطحين، بالإضافة لما يعادل الملعقتين ونص من زيت الزيتون، وفيكم تستخدموا الزيت النباتي، ملعقتين ونص من الحليب البودرة، وبنختمهم بما يعادل الملعقة من الملح. من بعد ما نحصل على هيدي النتيجة بندلقهم ونبلش عجن بإيدينا. أول شي بدنا نضلنا عم نعجن فيهم كتير منيح حتى يلموا على بعض. من بعد ما تلم حلا العجين عنا بهذا الشكل بدنا نعجنها أقله مدة الربع ساعة. من بعد ما عجنت العجينة مدة الربع ساعة وعطتني هاي النعومة الظاهرة عندكم، بدنا نشيلها ونحطها بداخل جاط مدهونة بزيت ونتركها على القليلة شغلة ل3 ساعات حتى تتخمر، وإذا بتتركوه مدة نهار كامل بتاخدوا نتيجة أحسن وأحسن. هلا بنشيل العجينة ونحطها بداخل الجاط، بنرجع بنغطيها وبنحطها بمحل دافي وبنترك حتى تتخمر على قلة مهلة. بنجيب حبة فليفلة تكون شوي محرزة، بدنا نشيل الراس ونشيل البزر اللي بيكون موجود من جوا، ومنقطعها شرحات تكون رقيقة لأنه نحنا بدنا نحط الخضرة هنا ونيين، ما بدنا نطبخهم. عاد هيك لازم يكون رقاق حتى يستووا معنا بالفرن. خلصنا من الفليفلة بنجي للبصل، بدنا حبة تكون بين المتوسطة والصغيرة. بنشيل الراس والكعب، بدنا نقشر البصلة نرجع نقطع جوانح تكون رقيقة لأنه بكل بساطة البصل بيطول حتى يستوي. قبل ما ننزل العجينة بنرش رشة طحين. هيدا شكل العجينة من بعد ما مضى عليها ساعتين، بدنا نطلع الهواء الموجود بداخلها بنرجع بننزلها على الطحينات. بالنسبة للعجينة فيكن انتو تقطعوها مثل ما بدكن، فيكن تعملوها قطعتين، فيكن تعملوها 4 6 8 اللي بدكن اياه. بالنسبة للعجينة بنكورها بنرجع بنحطها على جانب شغلة 10 دقايق حتى ترتاح، بنرجع بنفردها. بنجيب الصينية اللي بدنا فوتها على الفرن، بس لازم تكون مدهونة بشوية زيت نباتي. بنجيب العجينة شلناها على جنب وريحناها مدة 10 دقايق وبنحطها بداخلها ونبلش بفردها. من بعد ما فردنا العجينة بداخل الصينية بهذا الشكل بننزل عليها صلصة البندورة، وقت ما بتريد فيك تزيد. بدنا نرجع ننزل فوق صلصة البندورة الجبنة. بالنسبة للجبنة فيكم تستخدموا النوع اللي بدكم اياه، أنا بدي خلط بين 3 أنواع، تشيدر وجبنة الموتزاريلا وجبنة القشقوية. بنقلبهم كتير منيح مع بعض نرجع بنوزعهم بالتساوي. نرجع بننزل فوق الجبنة شرحات الفليفلة، بنرش فوقن البصل، نرجع بنزيد عليهم فطر وذرة وهودي الذرة، بنختمهم بشوية جبنة على الوجه. بعد ما صارت عنا بهذا الشكل بناخدها على فرن محمى مسبن بس من تحت حتى تستوي عنا العجينة، بنرجع نطفي من تحت وندور من فوق، بتاخد معنا تقريبا بحدود الربع لثلث ساعة بتكون صرت جاهزة. ومزبوط ما بدنا ننسى الزعتر الأخضر لأنه بيعطي نكهة كتير طيبة. من بعد ما جهزت عنا البيتزا واخدت هذا اللون ما شاء الله اللي بيفتح النفس، بدنا نشيلها من الصينية نرجع نقطعها وبتكون صارت جاهزة عنا. وبهالطريقة بنكون حضرنا بيتزا، وهلا كل وشكور. شوفوا لي هالعجينة كيف مأمرة وطلع على ذوقكم. جربوا هالوصفة ومش رح تندموا.